تعال نشوف ايه اللي هنتكلم عنه. وتعالى نلم شابتر 1. تعالى ايه ده؟ شفت بقى؟ بدات بقول لك ادلعك، بنكتب بالاسود على الاسود. تعالى نتكلم على افكار شابتر 1. شابتر 1 بدا ب3 تراينجلز اخوات، هم مصدر السعاده في الشابتر. مصدر ايه السعاده؟ هم اللي قلبوا لك كان الشابتر. وال3 تراينجلز دول هم ان اي ايكوال كيو على تي، والتراينجل الثاني هو ان في بتساوي دبليو على كيو، والتراينجل الثالث وهو ان في بتساوي اي في ار. ممتاز. تعالى نبدا نفكر، وتعالى نبدا نشوف مع بعضنا الامور تمشي ازاي. الكيو ده حضرتك هو quantity of a charge، وبيتقاس بيونت اسمها كولوم. وتبقى ساذج اذا انت كنت كطالب وجيت قلت كيو اي في دي في اي في ار. يا ابني مين الفي؟ يا ابني مين الاي؟ يا ابني مين الار؟ لازم تعرف معنى كل رمز. والتي هو التايم وبيتقاس، جدع برافو عليكي، بالسكند. والاي هو الكرنت انتنستي. الاي هو الكرنت انتنستي وبيتقاس بالامبير. ممتاز. تعالى بقى لده. الدبليو اسمه work وبيتقاس بالجول. الكيو خلاص اتكلمنا عنه، والفي اسمه potential difference وبيتقاس بالفولت. هنا خلاص البوتنشال، هنا الكرنت، دي كده اسمها ريزيستنس وبتتقاس بالاوم. الثلاثه تراينجلز دول يجتمعوا مع بعضهم ويدونا قوانين خارقه. هقول لك هي عباره عن ايه، بس في تراينجل صغنطوط كده ما بنعبروش الا كل فين وفين. كيو بتساوي ان في اي، حيث ان اي ده رقم كونستانت 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، وان ده عدد الالكترونز او النمبر اوف تشارجز. الثلاث قوانين دول يفرشوا معاك بقى ويودوك لقانون الانرجي او الباور. الانرجي الاول او الورك اللي هو قانونها بيجي من في في كيو. ونفك يلا الفي تبقى ايه، او كيو الاول نفكها تبقى كيو، تطلع معانا اي في تي. ونقدر نفك الفي اي في ار، فيبقى اي في ار في اي في تي، يبقى اي سكوير في ار في تي. وتبقى عبيط لو بتحفظ، كله بيجي من الثلاثه تريانجل. او نقدر يا بيبي نروح جايين فكين الاي الى في على ار، يبقى دي الفي ودي يبقى في على ار في تي، يبقى في سكوير على ار في تي. ادي ده ما يخص الورك او الانرجي او الثيرمال انرجي. بينما بقى الباور، الباور بيساوي ايه؟ بيساوي ورك على تايم. طب اذا كان الورك بيساوي فيتامينز اهي عشان تفتكر على تي، تقوم طايره التي مع التي. جدع. بص بقى، شوف انا بجيب الاسئله ازاي، شوف انا بحلل الاجابه ازاي. فيبقى الباور بتساوي في في اي. طب ما احنا ممكن نعمل زي المره اللي فاتت، ايوه، فيبقى اي سكوير في ار او في سكوير على ار زي ما احنا قلنا واتكلمنا قبل كده. يبقى اوعى تقول لي يا كتكوت انا عندي قوانين كتيره قوي قوي قوي. لا، اوعى تقول كده. اوعى تقول انا عندي رولز كتيره قوي. يا حبيبي هم 3 تراينجل، كله بيودي على الكلام ده. طب انا عندي مشكله في حساب الباور والانرجي. حبيبي الباور بيتحسب في كل ثانيه، يعني انرجي دان ان 1 سكند ده باور، انرجي دان ان 2 سكند
3 سكند 1 مينيت 2 اور، يبقى ده ايه؟ انرجي او ورك. اذا الباور بيتحسب في الثانيه الواحده، او يتقال عليه ريت اوف انرجي، او يتقال عليه باور. اما الانرجي في اي وقت تاني، ثانيتين 3 دقيقتين 3، يتقال عليها ايه؟ انرجي او ورك زي ما احنا قلنا. ادي البورد الاولى. ولكن ركز بقى معايا، عايز اكد عليك في نقطه تاني. بعد ما خلصنا البورد الاولى واتكلمنا على النقطه دي، نروح جايين متكلمين على في قانون كده وتريكي بوينت واحد. ايه بقى التريكي بوينت واحد دي بقى؟ ركز معايا يا واد. تريكي بوينت واحد دي ايه؟ الخط المعفن ده اهو امسحه. تريكي بوينت، يا سلام على الخط واحد. تريكي بوينت واحد قال لك ايه؟ قال لك تعالى يلا نتكلم على قانونين مهمين. ار بتساوي في على اي، وار بتساوي، فاكر القانون ده؟ رو ال على اريا، حيث ان ده كان اسمه ريزستيفيتي، وده كان اسمه لينث، وده كان ده اسمه اريا. يعني لو عندي واير كده، يبقى الاريا بتاعت الواير ده، الكروس سكشن اريا بتاعته باي ار سكوير، وده كده اللينث بتاعه، وكده عندها تايب اوف ماتيريال رو، وده كان اسمه اومز لو. اي فاكرهم دول قانونين الار؟ ايوه. بس كانت التريكي بوينت ان انا بقول لك ان الار دي ما بتعتمدش على الفي والاي. يعني معنى كده ان الار كنظريا does not depend on V or I، لا بتعتمد عليهم ولا ده ولا ده. الفي والاي يتغيروا لكن الار لا. فبالتالي لو الفي زاد دبل، ما هو الاي بيزيد دبل زيها، فبيكنسلوا بعض. يبقى استحاله لما اقول لك الفي انكريز الفي ديكريز، الاي زادت الاي قلت، الار ما يجراش حاجه. بينما الار بتعتمد على ايه؟ على التايب اوف ماتيريال اللي هي مختلف ريزستيفيتي، ودايركت مع اللينث، وانفرس مع الاريا. فعشان كده اروح جاي عامل ار وال تطلع ريليشن دايركت، اعمل ار وايه تطلع ريليشن ايه؟ انفرس. الله ينور عليك، بالشكل ده كده. او اعمل ار هنا وواحد على ايه تطلع الريليشن ايه؟ بالشكل ده كده. ده كلام رائع وكلام جميل. يبقى اول تريكي بوينت وهو ان انا بحل المسائل بالقانون ده، انا بحل المسائل بالرول ده، ولكن هذا الرول ما ينفعنيش في النظري لما يقول لي ده زاد دبل وده زاد تريبل، لان الار لا تعتمد على الفي ولا على الاي. علاقه حب من طرف واحد سيدي الايه الطالب. يعني ايه حب من طرف واحد؟ يعني الفي تتغير الاي تتغير معاها، الاثنين يتغيروا بعض، لكن الار لا. يبقى الار ما بتعتمدش على دول، هم يحبوها لكن هي ما تحبهمش، هم يغيروا لكن هي ما تتغيرش. يبقى الار ما بتتغيرش بتغير الفي ولا الاي. ولكن ده انا ممكن اسوحك. ليه بس بقى يا دكتوره ما تخليك حلو؟ انا ممكن يلا اقول لك فاكر قانون الدنستي اللي هو بيساوي ماس على فوليوم؟ يبقى معنى كده ان الفوليوم بيساوي ده يطلع وده ينزل ماس على دينستي. انت ناوي تعمل ايه؟ فاكر يلا القانون اللي كان بيقول ان الفوليوم كمان بيساوي اريا في لينث؟ طب يا دكتوره ما هو الكلام ده فين؟ في كورس تاسيسي يلا، ساعه ما قلت لك ان في قوانين هنحتاجها ومش موجوده في المنهج، بس بيعتمد انها زي الجرامر كده بيزك نوليدج. ماشي، بس حضرتك بتقول ده دلوقتي ليه؟ بقول ده عشان محضر لك مفاجاه، عشان اقول لك ان الار رو ال على اريا، وان انا اقدر يا كتكوت اشيل الاريا يا كتكوت واحط مكانها فوليوم على لينث. الله 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 الله، فوليوم على لينث. واروح جاي قايل لك يا عسل ايه؟ تحت اللي تحت يطلع فوق، موجوده في الكورس التاسيسي قوانين الالجبرا دي، تطلع رو ال سكوير على فوليوم. واروح جاي بقى اقول لك ايه؟ طب ما يا حبيبي انا ممكن افك الفوليوم واحط مكانه ماس على دينستي. يا سلام يا سلام يا سلام يا واد، انت بتقول ايه؟ بوعيك باللي ممكن يحصل فيك. تطلع الدينستي فوق تبقى رو
ال سكوير في دينستي على ماس. الله، يعني ممكن اعمل دي رو برضو، بس تعمل دي رو اي، بس خليها دينستي اشيك. طب امتى اعمل ده؟ لما المساله تاخدك يبقى روح معاها. يعني ايه المساله تاخدك روح معاها؟ متى ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني يا حبيبي لما المساله تاخدك في السكه دي، يعني تلاقيني بكلمك على الدينستي والريزستيفيتي والفوليوم والاريا، تبقى عارف التفريعه دي وما تحفظهاش ارجوك. هتقول القانون ده موجود في المعاصر، بتحفظه ليه؟ ما هو بيجي من الليسته القديمه اللي انت عارفها. هتشيل الاريا وتحط فوليوم على لينث، اتحلت ماشي، ما اتحلتش تمام، هتطلع ال اللي فوق يبقى رو ال سكوير على فوليوم. مش معاك الفوليوم، مسح على دينستي وتخلص المساله. ممكن تحلها كلها فوق وتخلص المساله كده. يبقى ده القانون اللي احنا كنا بنقول ايه عليه. خلي بالك ده انا ممكن اسوحك اكتر. كل ده من الثلاثه تراينجلز وقانون بسيط، ان انا ممكن اقول ان الار بتساوي رو ال على اريا. طب ما هو كان في حضرتك قانون بيقول ان الورك بيساوي في سكوير على ار في تي. طب ما هو ده ممكن في مساله او في سؤال تشوز الاقيه جايب لي القانون كده، في سكوير على رو ال مكان الار، يعني واخد بالك انت؟ على اريا في تي. تصدق وتحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى في سكوير في اريا على رو ال في تي. تصدق يا دكتوره؟ ايوه، واقدر اعمل كده في اي قانون. خلي عندك مرونه، انا مش بستعرض عضلاتي عليك، انا مش بوريك قوانين كتيره، انا بصحصحك، بقول لك خلي عندك مرونه في اسئله كتير وقوانين كتير، اصحى تمام؟ يعني ما تقعدش تحفظ ده، اعرف هو بيجي ازاي. النقطه الثانيه، لما اجي اعمل comparing، يعني لما اجي اعمل مقارنه ما بين كام حاجه، ما بين حاجتين، ما بين سلكين، ما بين سلكتين، فتقول لي لما نقارن هنقول ان R1 اوفر R2 ايكوال رو 1 حلو اوفر رو 2 L1 اوفر L2 اريا 2 اوفر اريا 1. فتجيلي كتكوته صغيره كده من دكاتره المستقبل تقول لي هو دكتور، هو مش القانون بيقول ان R1 على R2 بتساوي L1 على L2؟ ويجي كتكوت صغير انا امسح الكلام ده يقول لي هو مش R1 يا دكتوره على R2 بتساوي اريا 2 على اريا 1؟ اقول له حبيبي يا كوكو يا صغير انت وهو، يا كوكو يا ماما انت وهي، خلي ماما تسقي لك فنجان شاي كده حلو وتنامي وتتغطي كويس. ليه بقى؟ لان القانون ده اللي مكتوب في المعاصر معمول على اساس ان الاريا كانت ثابته والرو كانت ثابته، والقانون ده معمول على ان اللينث كان ثابت والرو كان ثابت. انت ليه بقى بتحفظ انصاف الحلول؟ تمام؟ انت ليه بتحفظ لي انصاف الحلول؟ يعني ايه بتحفظ لي انصاف الحلول؟ يعني حضرتك المفترض تمام تشتغل على الاساس اللي موجود ايه عندك، فتفكك من الاسئله دي كلها. يبقى الفكره عندك انت المفترض تشتغل على الاساس، القانون الرئيسي اللي انت بتتكلم عليه، وتشتغل عليه بعد كده. دي فكره من الافكار المهمه قوي اللي انت لازم تاخد بالك منها. تصدق اول مره اخد بالي ان السبوره بتكبر وبتصغر؟ يا جميله قوي الحركه دي والله. شوف انا سجلت كام محاضره، ده حلوه الحوار ده حلو قوي. ما السبوره بتكبر وبتصغر يا جماعه، جميله. ده اول مره الواحد ياخد باله من ده انا اقعد العب بيها بقى، ده انا اسيب المنهج واقعد العب. جميل. بص تجيب صباعينك الاثنين هنا، لا بس ايه في نفس اللحظه. ده ايه ده؟ اهي كانك بتلعب ضغط يا دكتور. ده انت رايق بقى اهو. شوف سبحان الله بنكتشف حاجات واحنا ماشيين اهو بنتعلم. هو انت بس بتتعلم؟ حلو. فده كومبيرنج. فلو جيت بقى قلت لك سيم ماتيريال يبقى طير ديفرنت ماتيريال وهكذا، ونشتغل الاثنين كده علما بقى ان الاريا باي ار سكوير. لو جه قال لك في المساله بقى سيم واير، ايوه سمعني بقى، سمعني الكلام الجميل بقى. حصل له ايوه ريفورمد ريستريتشد withdrawn، يعني تم اعاده تشكيله او سحبه. بولد، اي كلمه بالكلام ده معناه كذا جمله. اول معنى وهو مهم بالنسبه لي ان الاريا واللينث لازم يتغيروا بالعكس. يعني ايه الاريا واللينث لازم يتغيروا بالعكس؟ يعني لو جيت في المساله قلت لك ان L2 بتساوي 3 L1 وما قلتلكش سيره الاريا، يعني ما جبتلكش سيره الايه؟
الاريا. تروح انت رايح بقى تقول لي ايه؟ تقول لي يبقى اريا 2 ايكوال كي 1 ثيرد اريا 1، لان بما انك كبرت الحاجه عملت لها ستريتش الاريا بتقل، كعبرتها الاريا بتزيد والطول بيقل. بس لو قال نفس السلك حصل له ريشيبت او ريفورم، وليها معاني تاني انهم سيم ماس، انهم سيم ماتيريال، انهم سيم فوليوم. كأن عندك لتر بيبس وعمال بتشكله، تحطه تشكيلات مختلفة، فانت عندك لتر بيبس بتشكله فتحط الماس بتاعتك يبقى نفس الماس بتاع البيبس ونفس الماتيريال ونفس الفوليوم. انا بقى مخي متصنف كده، يعني مخي متصنف كده بيصنف المعلومه صح. انا هنا بقارن بين اي حالتين، سلكين، سلك قبل وبعد، بس لو قال لي ريشيبد لا، يبقى لازم اللينث والاريا يتغيروا عكس بعض واشتغل بالشكل ايه اللي انت شايفه ده. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها وهي الرو والسيجما. الرو وهي الريزستيفيتي وهي بتساوي ار في ايه على ال، والسيجما وهي عكس الرو وهي ال على ار في ايه. اذا الاثنين مع بعض مالهم؟ الاثنين مع بعض ايه؟ ريسيبروكالز. اي شوف صغرت لك البورد ازاي؟ شوف بقى كبر البورد اهو. ده انا مش هنقل بقى، ده انا مش هنقل البورد. تمام؟ يعني ايه ريسيبروكالز؟ يعني اروح قايل ان الرو بتساوي 1 على سيجما، او ان السيجما بيساوي 1 على رو لانهم عكس بعض. طب لو انا اتهفيت في دماغي بعد الشر يعني وحبيت اضربهم في بعض، طب ما انا ممكن يلا اشيل السيجما دي واحط مكانها كام؟ 1 على رو، او اشيل الرو دي واحط 1 على سيجما فتطلع ايه؟ 1. وخلي بالك دول تريكي بوينت بقى، خلي بالك كده، خلي بالك التريكي بوينت دي ان دول الرو والسيجما، اقول لك كلمه في سرك، مش بيعتمدوا على قوانينهم. كلمه في سرك، مش بيعتمدوا على ايه؟ قوانينهم خالص. امال بيعتمدوا على ايه؟ على حاجتين، التايب اوف ماتيريال والتمبريتشر. اوعى تقول لحد عشان هتغلط فيهم وانت بتحل. يعني دول مش ما تقولش لحد بقى، بيعتمدوا على الرولز. امال بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على التايب اوف ماتيريال. ايه؟ والتمبريتشر. لكن ما لهمش دعوه ولا باللينث ولا بالاريا، يزيدوا زي ما يزيدوا ويقلوا زي ما يقلوا، علما بان الرو دايركت مع التمبريتشر والسيجما انفرس مع التمبريتشر. الله على البورد الجميل. فهمت؟ اهي وصلت التريكي بوينت دي. طب ما انا ممكن هنا اسالك سؤال جميل. ايه السؤال الجميل؟ ثانيه بصغر تاني. جميله والله العظيم، تحفه. شوف بورد اهي بورد انفينيتي بورد ما بتخلص. تخافش ابقى ازوم لك عشان الصوره تيجي كامله. تمام؟ يعني ايه بقى؟ يعني اروح انا راسم علاقه ما بين السيجما والواحد على رو، واقول لك شايف الانجل دي؟ ايوه مالها؟ هاتها. تقول لي ما تيجي نجيب السلوب. تعالى يا حبيبي، وانا اخاف منك ولا ايه؟ السلوب بيساوي ايه؟ واي على اكس. مين على الواي؟ سيجما. مين على الاكس؟ 1 اوفر رو. تحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى سيجما فرو. سيجما فرو يعني 1. طب سلوب ال1 ما هو ده يعتبر تان ثيتا. شيفت تاني الواحد تطلع كام؟ 45. يعني الانجل دي كام؟ 45. يبقى انا كده قلت لك ايه؟ كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها وقلناها قبل كده. تمام؟ اهيت في جزء السلوب والحاجات اللي اتكلمنا عليها احنا في الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. خلاص؟ اظن كده الدنيا ايه؟ وضحت في النقطه دي. تمام؟ اهي في جزء الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. تعال بقى نسيب البورد دي ونخش على البورد الثاني. احنا خلاص خلصنا الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي، اتكلمنا على السيريس والباراليل، وهنحل دلوقتي على السيريس والباراليل والامور هتبقى تمام. تعال نتكلم على سبيشال كيسز. سبيشال كيسز
كيسز. اول سبيشال كيسز او تريكي بوينتس فكره الجامبر واير. وفكره الامتي واير. وفكره الشورت سيركت. كويس جدا. ايه فكره الشورت سيركت؟ قلت لك ان الكهرباء حراميه. تيجي الالكتريسيتي ماشيه كده، تقابل في طريقها ريزيستنس 5 اوم، وتقابل في طريقها ريزيستنس 10 اوم، وتقابل في طريقها سلك فاضي. فتبدا الالكتريسيتي تختار ايه؟ تختار تمشي في السلك الفاضي لانها بتخاف تعدي في ريزيستنس وتلغي دي ودي. فيبقى ار ايكويفالنت بتاع السيركت دي ايكوال كام؟ زيرو. وده لان الكهرباء مش هتمشي غير في السلك الفاضي ومش هتمشي في السلك اللي فيه ريزيستنس. يبقى دي فكره الامتي واير اللي احنا اتكلمنا عليها. تعالى بقى بعد كده نتكلم على فكره الكي. كي ايديا ولا ايديا ولا زفت. انتوا عاملين حوار يا ابني. الكي هناخد له كيس. ادي كيس، هاجي ابص على الكي اهو واهو واهو. كيس كمان للكي اهو. اهي فكره الكي انه اتقفل او اتفتح. الكي مسؤول عن واير، والواير ده بيبقى فيه نقطتين، والنقطتين دول بيبدا الكرنت يتقسم من عندهم. فالكرنت داخل كده، ادي النقطه دي والنقطه دي. الكي ده بقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الحته دي والحته دي. طب لو اتفتح يلغي الحته اللي هو فيها، يبقى كأن السيركت كده. طب لو اتقفل يقفل الحته اللي هو فيها. الحته اللي فيها ريزيستنس تفضل، الحته اللي فيها سلك فاضي تفضل زي ما هي. طيب الكي برضو ادي نقطه البدايه بتاعت الواير اللي فيه الكي، وادي الواير اهو ماشي اهو متقسم وعمل ورجع هنا. يبقى دي نقطه البدايه ودي نقطه النهايه بتاعت الكي. يبقى الكي مسؤول عن الفرده دي كلها. يبقى لو اتفتح يلغي الفرده دي كلها، ولو اتقفل يشغل الفرده دي كلها. بس ولا في اي حاجه. هتيجي تقول لي بقى ما هو بيقفل سلك فاضي. يا ابني على حسب هو مسؤول على ايه. جنبه ريزيستنس هيقفل يبقى يشتغل ريزيستنس، جنبه سلك فاضي هيقفل يبقى سلك فاضي، وهكذا. ناخد بعد كده فكره البوينت ميثود. ما هي البوينت ميثود؟ البوينت ميثود هي طريقه لاعاده تشكيل السيركت بانها تظهر في صوره اكثر بساطه، وانها تظهر في صوره مبسطه افضل واحسن. طب دلوقتي انا البوينت ميثود دي اشغلها ازاي؟ البوينت ميثود عشان اقدر اشغلها نقدر نتكلم بالاساس ده. ازاي؟ بص بقى معايا يا سيدي. البوينت ميثود لما اجي اتكلم عليها هتكلم عليها واقول ان البوينت ميثود هنكون شغالين كده، وهاجي اقول ان دي هتبقى ريزيستنس 1، ودي مثلا ريزيستنس 2، ودي مثلا ريزيستنس 3، ودي مثلا ريزيستنس 4، ودي ريزيستنس 5، وده سلك فاضي وده سلك فاضي اهو. الشكل ده قد يكون معقدا، فانا عاوزه يظهر بصوره بسيطه، او عايزه يظهر بصوره اكثر بساطه. ابدا الجا للبوينت ميثود. انا بوينت هعدي في ريزيستنس هتاخد جزء من طاقتي، هتغير، فغير اسم النقطه، كان اسمي 1 سميني 2. طب لو ما عدتش في ريزيستنس مفيش طاقه اتاخدت، يبقى هفضل باسم النقطه زي ما هو. ازاي؟ ادي نقطه 1 عديت في ريزيستنس بقى اسمي 2، عديت هنا دي في ريزيستنس، عديت في ريزيستنس بقى اسمي كام؟ 3، عديت في ريزيستنس بقى اسمي 4. لما اجي اروح انا حددت النقطه دي،
حددت النقطه دي، حددت النقطه دي، هحدد دي بقى. اروح من هنا ولا من السلك الفاضي ولا من السلك الفاضي؟ الاولويه للسلك الفاضي. فالاولويه للسلك الفاضي يبقى همشي في ده او في ده، فده نقطه 2 مشيت في سلك فاضي تبقى 2. قال لا، يبقى هو ده سلك فاضي، يبقى اكيد النقطه دي زي النقطه دي. اروح انا مغير اسم النقطه دي واخليها كام؟ تمام، واخليها 2. واخليها كام؟ 2. تمام كويس. فيجي طالب يقول لي لا لا لا، الموضوع صعب، هو لازم 1 3 2؟ لا، تعالى نرجع تاني. اهو بس تعالى نرجع تاني. الحته دي بس ايه خلفت شويه تقريبا. تمام اهي. تقريبا لما صغرنا وكبرنا اهي. تمام اهي اهي. سمي دي ار مثلا 6. ماشي، هسمي النقطه دي اكس. الاول لو انت بتتلخبط حدد النقطه. ادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه. حدد النقط بالترتيب. عايز اسمي دي اكس، ماشي. هعدي في ريزيستنس يبقى اسمها واي، هعدي في ريزيستنس يبقى اسمها زد، هعدي في ريزيستنس يبقى اسمها ام مثلا. ده في سلك فاضي هيبقى اسمها واي. قال لا، ما دي بنفس السلك الفاضي، يبقى غير اسم النقطه دي واسميها واي. وروح جاي على الاكسس اللي باقي من النقط كلها، وهي اكس وزد بترتيب النقط اللي انت جبتها واي. وتقول لي هو مين واقع ما بين اكس وزد؟ ما بين اكس وزد في ار 6، تجيبها وتشطب على الباقي، يبقى تحط لي هنا ار 6. في حاجه تاني بين اكس وزد؟ لا. طب مين واقع ما بين زد وواي؟ ما بين زد وواي في ار 5، خلينا نغير اللون، وار 2 وار 4. تمام كده؟ ما بين زد وواي، زد وواي، زد وواي، زد وواي، يبقى ار 2 ار 4 وار 5. حاضر، يبقى ار 2 وار 4 وار 5. طب اشمعنى خدتهم بارلل؟ قلت لك اي حاجه ما بين نفس النقطتين تتاخد بارلل. طب عليت صوتك ليه؟ ابدا، حسيت ان انا هديت شويه فقلت ادي لنفسي باور. طيب تعالى بقى هنا، ما بين اكس وواي. ما بين اكس وواي يا حبيبي، الاكس اهي والواي اهي. هتخرق النقطه دي؟ لا، لازم تعملها سيركل لوحدها. ففي ار 1 وفي ار 3. خلاص، يبقى هناخد ار 1 كده وناخد ار 3 كده من فوق او من تحت عادي، اهم حاجه تبقى ايه؟ خلصت مثلا. في قلب مشكله؟ اهي ادي طريقه البوينت ميثود، وهي طريقه لتبسيط المساله من صوره complicated لصوره simple. تعال نتكلم على قاعده بيحبها الهنود وبتيجي في الثانويه العامه هنديه كتير، وهي قاعده السيمتريك كيس. سيمتريك كيس وهو ان في ريزيستنس بيكون ار هنا، وجايه الكرنت جاي من هنا وهيتقسم، وفي هنا ار، وفي هنا اميتر متوصل بريزيستنس ما اعرفش قيمتها، ايا كانت قيمتها مش مشكله، ودي ار ودي ار. وقلت لك عاوز قرايه الاميتر ده. هتقول لي وش قرايه الاميتر ده زيرو، لان دي قاعده سيمتريك بتتحقق لما يكون هناك ايكوال، اسمعني بقى، ريزيستورز او ايكوال ريشيوز. يعني ايه؟ يعني لو الريزيستنس دي 5 مثلا، ودي 5 ودي 5 ودي 5، الريزيستنس متوزعه بالتساوي، مفيش كهرباء تمشي هنا ويبقى اسم ده ديد واير، ودول يتاخدوا سيريس ودول يتاخدوا سيريس والناتج بارلل مع بعض. لو ايكوال ريزيستورز، السبب الغير علمي اللي انا هفكرك بيه وهو يا حبيبي ان يا بابا ده بيحب البت دي والبت دي بتحب الواد ده. طب ده مين يحبه؟ مفيش حد، يروح بو قاتل نفسه.
ويموت وينتحر. محدش بيحبني اهو. ده السبب الغير علمي سيمتريك. السبب العلمي ان دي بتسحب بوتنشال ودي بتسحب بوتنشال ودي بتسحب نفس البوتنشال ودي بتسحب نفس البوتنشال، فيخلي البوتنشال هنا زي البوتنشال هنا. يعني لو هنا في مثلا 1 فولت مثلا يخلي هنا 1 فولت. هل في بوتنشال ديفرنس ما بين نقطتين؟ لا، فما تمشيش كهرباء. هل هذا الكلام ينطبق على الايكوال ريزيستنس؟ لا، ده ينطبق على الايكوال ريشيوز. يعني ينطبق لو الريزيستنس دي 10 اوم مثلا ودي 5 اوم، يبقى الريشيو كام؟ 2. يبقى مثلا دي 20 اوم ودي 10 اوم. لا اما ايكوال ريشيوز لا اما ايكوال ريزيستورز. وايكوال ريشيوز تعرفها، ده على ده فيها 2، ده على ده فيها 2، صح ولا غلطان؟ ودي على دي فيها نص وده على ده فيها نص، هي. او تضرب ده في ده على ده يديك دي، او ده في ده على ده يديك ده. اي واحده من دول تؤدي الى روم، لا اما ايكوال ريزيستورز او ايكوال ريشيوز. دي قاعده السيمتريك. ممتاز ممتاز ممتاز. هنيجي لمين بقى؟ عمك وسيدك وتاج راسك، وهو اومز لو. شفت لو بتتقال ازاي؟ فور كلوزد سيركت. اومز لو فور كلوزد سيركت. عمك اومز لو قال لك يا حبيبي هناك باتري لديها في بي، وهذا الفي بي توتال اللي اسمه الكتروموتيف فورس او اي ام اف بيتوزع على حاجتين بيضيعوا في الدايره، في اوت وهو اللي بتستفيد منه السيركت، وفي ان هو اللي بيضيع داخل الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري. فقال لك انت عيل هبيد، ليه يا عم قله الادب؟ ما تخليك محترم. انا محترم غصب عنك. ليه بقى؟ قال لك لان الموضوع واحد، بس انت اللي بتحب تالف وانت اللي بتحب تصبع بالامور على نفسك. قال لك لو حطينا هنا فولتميتر وحطينا هنا فولتميتر 1 وحطينا هنا فولتميتر وحطينا هنا فولتميتر 1 وقلت لك عاوز قرايات الفولتميتر، لو انا مكانك ترجع تشوف عمك اوم قال ايه. عمك اوم قال لو كان الفولتميتر على باتري اوعى تستخدم غير قانون V equal VB minus I في R. يبقى القانون هنا يبقى V بيساوي VB minus I في R. وعمك اوم قال لو كان الفولتميتر على ريزيستنس او ريزيستور ما تستخدمش غير ان V1 بتساوي I في R. يبقى هاجي هنا في المسألة كمان الكي مفتوحة، اغير قناعاتي، اغير اللي انا فاهمه، اعك الدنيا؟ لا، افكر. هتروح قايل لي يبقى هنا الفولتميتر على باتري وتعمل كده، يبقى في بي ماينس اي ار. ايه الفي بي المعقده دي؟ مش طبعا احنا معانا الاستيكه بتاعتنا جميله، في بي ماينس اي في ار. تمام. الله يرحم زمان كان المدرس بتاعنا ايده بتتعك بالطباشير، كان بيجي كده كانه شايب، وتلاقي دقنه بيضه وراسه وشعره طالع كانه طالع من ايه؟ من منجم جير او منجم ده. شوف دلوقتي قلم شيك ودنيا وايه وايد الدنيا لطيفه. يقول لك ايه بتاع التعليم باظ من شويه. يبقى في 1 بتساوي اي في ار. حلو، كلام جميل. وانت قاعد دلوقتي مأنتخ وكرشك كده على السرير وقاعد عمال بتاكل فشار، واللي مامتها جايبه لها 2 كادبوري، واللي مامتها جايبه لها علبه جالاكسي عرض من كارفور، والتاني اللي قاعد حاطط كتاكيته قدامه، والواد الغلبان التاني ده ابو 10 جنيه على قده كتاكيته وكنز البيبس، وقاعد ايه ولا السينما ولا كانها فيزياء وليها احترامها. قوم يلا عيط يلا، ولا اعمل لك اي منظر يلا، انت بتذاكر فيزياء وانت فبتتفرج على الفيلم. تعال نشوف. يبقى انا ما غيرتش حاجه، هنا الفولتميتر على باتري وهنا الفولتميتر على ريزيست، هنا الفولتميتر على باتري وهنا الفولتميتر على ريزيست. عقلك فين؟ يعني عقلي هنا الدايره مقفوله يبقى في اي، سيب كل حاجه زي ما هي. هنشوف بقى لما نيجي نحل مسائل. هنا السيركت مفتوحه، فده معناه ان اي بتساوي كام يا حبيبي؟ 0. فده معناه ان دي هتتلغي، فده معناه ان الفي هيقرا في بي. يبقى بتحفظ ليه؟ اديني طبقت قانونين وبشوف السيركت فيها ايه. طب ما هو لما الاي يبقى 0 ده هيتلغي، فالفي 1 هتبقى 0 لان اي ب0. بس ما تقعدش تحفظ، ما تقعدش تحفظ. اهو يا باشا انا استخدمت نفس القانونين بس لقيت شكل الدايره هنا متحور ومتغير، فبدات افكر. فارجوك شغل دماغك، ارجوك ركز معايا. تمام. تعالى نبدا نتكلم كلام جميل وكلام رائع على ايه اللي قاله اوم. عشان تحل اومز لو
for closed circuit. خلي بالك واحد لازم تجيب قيمة الاي او تعرف جرالها ايه. يعني السؤال ده اتكرر في الشرح حاجة والواجب حاجة. في الشرح هقول لك اي ار تزيد الاي تقل، اي ار تقل الاي تزيد، كي اتفتح كي اتقفل كي عمل اي تغير في شكل السيركت لازم هيغير في قيمه الاي لان الار اتغيرت. وفي المسائل بتاع الواجب ما كنتش بتعرف تحل اومز لو فور كلوز سيركت البابل شيت، ما كنتش بتعرف تحل المسائل غير اما تجيب قيمه الاي بالرموز اللي هي المساله 3 7 اوفر 11 و5 اوفر 6 في و4 اوفر 5 في بي. المسائل دي كنت لازم تجيب قيمه الاي الاول. 2 بص على مكان الفولتاميتر. يا سيدي الفاضل، لو هذا الفولتاميتر على بطاري هنقول ان في بتساوي في بي ماينس اي فار. لو هذا الفولتاميتر على ريزيستور هتقول ان في بتساوي ايه؟ اي فار. مثال، لو جبت لك باتري ومعاها انترنال ومعاها ار في وحطيت لك فولتاميتر ما بين التو بوينتس دول وحطيت لك فولتاميتر على الار دي ورحت قايل لحضرتك في هذه المسألة أن الار في increased، يجرى إيه لقراية الفولتاميتر رقم 1 والفولتاميتر رقم 2؟ تقوم أنت تقول لي اوعى تبدأ مسألة أومز لو فور كلوزد سيركت، خلي بالك لازم تجيب قيمة الآي أو تعرف جرالها إيه. يبقى اوعى تبدأ مسألة أومز لو فور كلوزد سيركت غير ما تجيب قيمة الآي أو جرالها إيه. جرالك إيه آي؟ أنا الآر زادت، فالآر لما بتزيد أنا بزعل قوي فالآي بتقل لأن العلاقة بيننا انفرس، لأن الآي بتحب الآر من طرف واحد. الآر زادت الآي تقل، الآر قلت الآي تزيد، لكن تيجي الآي تتغير الآر تقول لا أنا ما بعتمدش عليكي، أنا بعتمد على رو اللي على اريا، ما بعتمدش على أومز لو. فيبقى بالتالي الآر زادت آي قلت. حلو، أروح جاي أنت يا فولتميتر 1 على إيه يا كتكوت؟ يقول لك أنا على باتري وانترنال احترم وجود الباتري، يبقى في بي ماينس اي، بس في 2 ريزيستنس عادي ضمهم مع الانترنال يبقى ار في بلس ار انترنال. وانت يا حبيبي انا على ريزيستنس هيبقى اي في ار. تيتا تاتا الاي قلت بس الار في زادت، وانا قايل قاعده لما الاي والار يتخانقوا ده راجل البيت ودي ست البيت، مين بيمشي البيوت المصريه؟ اوعى تقول راجل البيت وتبقى عبيط مش هتتجوز او مش هتعمر في جواز. ست البيت، ست البيت قلت لك قبل كده عشان اعرف اجي اصور بالليل كده لازم ست البيت هي اللي تمشيه، لازم اخد الاذن. بعد اذنك يا حبيبتي انا راح اصور، تقول لي ولا، ولو قالت لا هقعد. طب اونلاين انا مالي، انا راجل في بيتي. اتفقنا كده؟ اسمعني بقى، لما الاي والار يتخانقوا نسمع كلام الار، يعني لو الاي قلت والار زادت لا بقول لك انا همشي مع الار. فهنا الاي قلت والار زادت، تعال نشوف الجنب ده يجرى له ايه، ده قل وده زاد يبقى كله يزيد، بس ده بالماينس تقوم الفي 1 تقل. الله عليك يا دكتوره، اهدى على نفسك تحل. هنا الار ثابته الار في زادت لكن ده مش ار في ده ار عاديه، والاي قلت تقوم الفي ايه تقل عادي لان الار ما قلتش حاجه. دي مساله اومز لو فور كلوزد سيركت. تعالى بقى نجيب مساله الكرنت اند فولتج distribution.
يعني هيجي لي في مساله اقول لك يا حبيبي هذه 10 اوم ودي 6 اوم ودي 2 اوم ودي كده 8 اوم وده كده باتري ب 14 فولتس وده انترنال ب 2 اوم. واجي اقول لك لو سمحت انا عاوز اجيب، نصغر الخط شويه، الاي هنا، ولو سمحت انا عاوز اجيب الفي هنا. تقول لي حلو، ايه اللي هيخليني اتبع خطوات المساله دي وهو اني طلبت كرنت في فرع او فولت في فرع؟ طب الطالب هيبدا لو انت معايا من الاول خالص هتعرف ان انا بستبعد تماما قانون الكرنت ديفايدر والفولت ديفايدر. لو انت بتتفرج عليا وجاي لي من عند حد تاني ممكن تلاقي بعضهم وهم محترمين وعلى راسي من فوق مستخدمين قانون الكرنت ديفايدر والفولتج ديفايدر، ولكن انا لا اعترف بيه. ليه؟ لانه قانون بيحفظ الطالب ويتطبق لما يكون في 2 بارلل. طب لو شكل السيركت مختلف مش هينفع، يبقى لازم تتك على ودنك كده ودماغك وتجيب المعلومه بنفسك. طب ما انا هتعب في التفكير بس هتقفل، بس هشتغل، بس هتحترم الماده فالماده تحترمك، بس الكلام ده بياخد ايه؟ وقت. حلو. عشان اجيب كرنت في فرع او فولتج في فرع بنتبع الخطوات دي. 1، لم السيركت وارسم كل خطوه. 2، هات R equivalent و I total. وبعدين في جملة مهمة قوي كده هتفهم معناها اسمها حدد التراك. 3، هات الناقص وارجع بالثابت. الناقص في واي والثابت هيكون في واي برضه. تعال نشوف ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه هنلم السيركت ونرسم كل خطوه. ما انا عشان الم السيركت برضه ده محتاج مني ان انا اخد الريزيستنس مع بعض. دي ابعد واحده عن الباتري واحنا بنبعد بالبعيده، بس دي لوحدها اخدها مع مين؟ يبقى انا عايز افك الكوكاعه دي فناخد الاثنين مع الايت، بس كده انا هبقى غبي لان انا قايل لك اخر حاجه تقرب لها المقاومه اللي جنب الباتري. فناخد الاثنين مع ال6 صح، فدي تبقى بعيده عن الباتري، فياخد الاثنين مع ال6 مالها بارلل. هتبقى شكل المساله او الخطوه الثانيه من المساله بعد ما كانت دي الخطوه الاولى اللي هي رسمه السؤال، ان هنا في 10 اوم وهنا 2 تايم، دي هتبقى 3 اسف، 3 تايمز كام؟ نغير لك دي 3 تايمز 6 على 3 بلس 6 تدينا 2 اوم، ومع ال 8 سيريس، وما ينفعش تكروت خطوه لازم ترسم كل خطوه. وهنا اصبح في باتري 14 فولتس وانترنال ب 2 اوم. بعد كده هنبدا ناخد ادي ال 10 دي خطوه رقم 3، وادي ال 10 اللي تحتها هتتاخد دي هتاخد سيريس فتبقى 10، وهيبقى هنا ستيل في باتري 14 فولت وانترنال ب 2 اوم. وهنيجي بقى ناخد الخطوه الاخيره وهو ان احنا ناخد ال 10 وال 10 بارلل يبقوا كام؟ 5،
وتتوصل ب 14 فولت وانترنال ب 2 اوم. اللي انا عملته ان انا رسمت السيركت ولميت كل خطوه. الخطوه الثانيه، بس قبل ما ابدا في الخطوه الثانيه هيجي طالب يقول لي بس انا متلخبط، انت ليه مشيت كده؟ هقول له يا حبيبي لو انت مش مقتنع اشتغل بوينت بس. هتقول لي ان دي بوينت رقم 1، هتمشي في سلك فاضي هتفضل 1، هتمشي في ريزيستنس يبقى اسمها كام؟ 2، هتمشي في مقاومه هتبقى اسمها كام؟ 3. يبقى اللي وقع ما بين 1 و2 هم ال 3 وال 6 هتاخدهم بارلل برضه، صح ولا غلطان؟ وبعدين هتلاقي خدت دي مع دي سيريس وبعدين خدتها بارلل مع اللي فوق، فهتطلع هي بالظبط. فده ياكد لك ان انا ماشي صح. وينفع احلها بارلل عادي، اخد 1 2 3 واخد دي ودي بارلل، وهتبقى دي 2 و3 ودي من 1 و3 فوق، فهتطلع نفس الشكل كده. حلو. هات ار ايكويفالنت تو اي توتال. خلصنا الخطوه الاولى، ماشي. ار ايكويفالنت بتساوي 5. طب ار توتال كام؟ هل في طالب يعرف ما الفرق ما بين الار ايكويفالنت والاي توتال؟ الار ايكويفالنت بتتكلم على جميع الصم بتاع المقاومات الخارجيه فقط، بينما الار توتال تشمل جميع الايكويفالنت بتاع الخارجي زائد الانترنال، فيبقى 5 بلس 2 equal 7. كده جبنا ار توتال. طب عايز الاي، هتساوي في بي. انا قلت اعلمك الفرق بين الاثنين دول لان دول مهمين لو جالك في السؤال. اما اقول لك فايند ار ايكويفالنت يبقى انا عايز الار الخارجي بس، ما تجمعش معاهم الانترنال. لكن لو قلت ار توتال اجمع معاهم الانترنال يا معلم. طب انا عايز اي، يبقى ار ايكويفالنت بلس انترنال، يبقى 14 على 7 equal 2 امبير. فيبقى معنى كده ان الكرنت اللي ماشي هنا كام امبير؟ 2 امبير. كده احنا وصلنا لحد هنا، جبنا الار ايكويفالنت والاي توتال. حدد بقى التراك. ما هو التراك؟ هو السؤال قال لك عايز كذا وكذا، هو ده التراك. تتبعه بقى. عايز الفي في ال6 والاي في ال3. طيب اتلموا فين؟ اتلموا في ال2. ده اصفر نغيره. اتلموا في ال2. ال2 اتلمت في مين؟ اتلمت مع ال8 في ال10. ال10 اتلمت مع مين؟ ال10 اتلمت مع ال10 في ال5. ده التراك. وهو بتتتبع السؤال اللي سألك عليه انت وانت ماشي لميته في انهي ريزيستورز. ثم بعد كده هات الناقص. يعني هات الناقص 3 عكازات. 3 عكازات. خلي بالك ان انا بقول لك هات الناقص وارجع بالثابت. يعني احنا هنرجع زي ما مشينا 1 2 3 4، هنرجع 4 3 2 1. هنرجعهم تاني. فهات الناقص وارجع بالثابت. 3 عكازات يبقى معاك اي وار وفي، تنقل على الخطوه اللي فاتت. اي ار في، تنقل على الخطوه اللي فاتت. طب انا عارف ان الكرنت بيتقاس جدع بالامبير، ممتاز. والار بيتقاس بالاوم، ممتازه. يبقى انا معايا اي وار، اجيب ايه؟ الفي. يبقى اي في ار بيساوي في، يبقى دي تساوي 10 فولتس. هيجي طالب يقول لك ايه؟ ده بيساوي 10 فولتس. طب ما ده بيساوي 10 فولتس، طب ليه ما اخدش ال 14 واعليها؟ جدع، وده اللي انا كنت بقوله قبل كده. حبيبي لو انت خدت ال 14 دي طلعتها فوق يبقى انت خدتها من غير ما تخصم الانترنال. فدايما بامن نفسي واعمل اي في ار عشان لو في انترنال يبدا ايه، يبقى انا واخد بالي منه. انا بضرب اي في ار فبيجي الفولت هنا. وارجع بقى معايا اي وار وفي، اقول لها انت يا 5 اصلك ايه؟ هتقول لك اصلي، هبص بقى 10 و10 بارل. البارل مين الثابت فيه؟ الفي. تمام؟ حلو. يبقى هنا الفي كنتوا هتوقعوني، شوف خدت بالك بس يعني لحقت نفسي. فالفي، طب الفي بكام؟ 10 فولت و10 فولت. طيب ما تنقلش من خطوه لخطوه غير لما يبقى معاك عكازاتك. انا هشتغل على دي البينك، ان انا دي ضمن التراك، دي ما تهمنيش في المساله. طب انا عايز معايا في ومعايا ار. جدع، هات اي. الاي بتساوي في على ار، يبقى 10 على 10 بتساوي 1 امبير. يبقى الكرنت اللي ماشي هنا كام؟ 1 امبير. هرجع، انت يا 10 اصلك ايه؟ اصلي ايه؟ انا ك10 اصلي 2 ويت. توصيلكم ايه؟ السيريس مين الثابت فيها؟ لا في لا اي، لا اي. يبقى ناخد الاي ونرجع بيه. هات الناقص. انا معايا حضرتك اي وار. هات الفي. اي في ار بتساوي 1 في 2 ب 2 فولت. انت يا 2 اصلك ايه؟ اصلي 3 و6. توصيلكم ايه؟ بارلل. يبقى مين الثابت؟ الفي. يبقى ده ياخد 2 فولت وده ياخد 2 فولت. اذا الفولت هنا ب 2 والاي هنا بيساوي كام؟ 2 على 3 امبير في على ار.
خلصت المساله. ولو انت ناسي ارجع بقى للحصه سيشن كام؟ سيشن 6. ارجع لسيشن الباور والبراكتسنج الكونسبتس كلها، هتلاقيني بحل على ده كتير. فانا بس قلت انا بعمل لك ريفرشمنت سريع قبل ما ندخل على الورك شوب بتاعتنا. اخر حاجه عندنا وهي طريقه حل كرشوف. اسمه كرشف طبعا. تعالى نطبق طريقه حل كرشف. ايه مشكله الطالب في كرشف؟ وليه الواجب كان عندنا فيه مشكله؟ في نوع من الطالب، وقلت لك ده في الحصه. في نوع من الطالب يبدا يبص على الخطوه وبعدين ينفذها، زي ست البيت: ضع قليلا من السكر، ضع قليلا من السكر، ضع معلقتين من الحليب، ضع معلقتين من الحليب، ضع مش عارف ايه، ضع مش عارف، وما تقدرش تحط ايديها في الطبخه غير ما تشوف الخطوه. فبتطبخ حتى لو الاكل طلع ما بيطلعش بايظ قوي. في واحد يطبخ ويحط بتاع وفجاه ايه ده؟ انا اتلخبطت، ابص على الطريقه الاقي نفسي متلخبط اكتر. فاللي بيبص على الطريقه لما بيعطل ده ما بيحل الصح. لكن المفروض تبص على الطريقه وبعدين تنفذ. فتعال نشوف الطريقه. قال لك لو احنا عندنا هنا باتري اسمها في بي 1 وعندها انترنال 1، ودي اسمها ار 1، وهنا دي اسمها ار 2، وهنا في باتري، وهنا في ار 3، وفي هنا باتري اسمها في بي 2 وعندها انترنال 2، وهنا في باتري اسمها في بي 3 وعندها ار 4 وعندها ار 3 كده. حلو. وقال لي حلها. اول حاجه، اول خطوه بتقول، كتبتها انا قبل كده: واحد، حدد البرانشنج بوينتس واكتب عليهم ستوبس. البرانشنج بوينت النقطه اللي بيتقسم عندها كارنت، فدي نقطه برانشنج بوينت، فهكتب عليها ستوب عشان اقف عندها. ودي نقطه برانشنج بوينت هكتب عليها ستوب. اللي بعدها خطوه 2، حدد. شوف انا فاكرها ازاي. طبق يا باشا بعد ما تفكر. نقطه منهم تلم كل الكرنتس واعمل القانون اللي بيقول اي ان بتساوي اي اوت. يجي طالب يقول لي الله الحق ده مفيش كارنت اصلا، افرض كارنت. الحق ده مفيش دايركشنز، افرض دايركشنز. الحق ازاي؟ اقول لك يا حبيبي طب افرضه ازاي ونقول ونين. ما هو ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. لو انت ذبحت البقره كان خلاص ربنا سهل علينا. قال له اتتخذون هزوا، انت بتضحك علينا؟ نذبح بقره ازاي؟ امال هتذبح ايه؟ كلب؟ هتذبح بقره طبعا. قال لك طب قول لنا بقى ايه هي، وبعدين قول لنا لونها ايه. لا بقول لك ايه، البقره تشابه علينا، قول لنا بقى صفات. راح بقى قال له انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شية فيها وجابوا بقره وزنها ذهب، لانه صعب الدنيا على نفسه. انا بقول لك افرض اي بالعند. هو مش الكرنت بيطلع من بوزيتيف يا عم؟ انا هعمل لك الكرنت طالع من هنا. ومش دي في بي 2 هسميها لك اي 1، مش فارقه. ده يا ابني ده اسم. انا خلفت ابني سميته احمد، محمود، ابراهيم، اي حاجه، مش فارقه يا جماعه، سمي اي حاجه. وهنا ده مش ده كده يسموه ايه؟ في بي 1؟ لا يا عم انا هسميه اي 2 وهخليه كده. وده مثلا هسميه اي 3، مش فارقه والله. ويبقى مجموع اللي داخل قد مجموع اللي خارج. فيبقى ايه بقى؟ فيبقى هنا عندي اي 2 داخل واي 3 داخل واي 1 خارج. يبقى اي 2 بلس اي 3 داخل على النقطه ايكوال اي 1. ادي المعادله الاولى.
2 او 3. خلاص الخطوه دي ما تتكررش تاني. حدد لوب. انا هاخد اللوب ده حلو. وانا محدد لوب هتكتب، انا هكتب بقى كل حاجه sum of VB equal sum of IR. كتبنا 2 عينك اهو sum of VB ادي اول خطوه equal sum of IR. عينك على الباتري. عينك على الباتري. انا عندي بطاريتين ماشي، عينك عليهم بقى مع بعض ولا عكس بعض؟ هنا النيجاتيف وش النيجاتيف والبوزيتيف وش البوزيتيف. يبقى هنا ده نيجاتيف وده نيجاتيف وده بوزيتيف وده ايه؟ بوزيتيف. يبقى كده دول ماينس. حلو. عايز تعمل مين ماينس مين؟ عايز اعمل الكبيره ماينس دي ماينس دي او دي ماينس دي، مش فارقه. يبقى في بي 1 ماينس في بي 2. طب انت معلش اخترت تعمل ايه؟ اخترت تعمل في بي 1 ماينس في بي 2، يعني انت ميزت الفي بي 1. يبقى انت بتحب الفي بي 1 يا خلبوس. حط عندها قلب. يبقى حط، وبعد ما اقول لها اعلن حبي للناس كلها على الرسمه واقول يا جدعان انا بحب الفي بي 1. ايه ليه؟ لان لما خيروني اعمل ماينس ما رضيتش اعمل في بي 2 ماينس في بي 1، عملت في بي 1 ماينس في بي 2. انا بحبها فقلت كده. طب لو انا كنت عايز اعمل في بي 2 ماينس في بي 1 عادي، بس اعلن حبك للفي بي 2 وهتحل المساله صح. الخطوه اللي بعدها بتقول لك ايه؟ كمل الكي في ال ايكويشن من غير ساين. يعني كمل الاي في ار بس من غير بوزيتيف او نيجاتيف. طب انا هنا ماشي من الستوب للستوب، عديت اي 1 عدى في ار 3 وار 2 انترنال اهي من الستوب للستوب. حلو. يبقى اقول اي 1 عدى في ار 3 وار 2 انترنال. ومن الستوب للستوب من هنا لهنا اي 2 عدى في ار 1 وار 2 وانترنال 1. يبقى اي 1 انا بس هي المفترض ده يكمل كده. احنا ممكن ايه نعمل دي كده كمل كمل الكي في ال من غير ساين. تمام اهي. نمسح دي كده من هنا ونكمل. وهنا عندي من الستوب للستوب اي 2 عدى فيه ار 2 وار 1 وانترنال. خلي عينك كده صاحيه. بعدين الخطوه الاخيره حدد الساين على القلب او حدد الساين على الباتري اللي انت ايه اخترتها. الباتري اللي انا اخترتها الاي 2 اهي القلب اهي. الاي 2 طالع من البوزيتيف فاي 2 ياخد بوزيتيف، واي 1 معاها اهي ماشيه معاها اهي. اي 1 سهمها ماشي مع الاي 2 فياخد بوزيتيف زيها. يبقى كده خلصنا المساله. وتعمل كده في اللوب الثاني وتحل المساله ما فيهاش اي مشكله. وحلينا على ده كتير. اخر حاجه في important tricky point. وهي الباور. وقد ايه الباور مرتبطه بالإليمينيشن او قد ايه الباور مرتبطه بالاضاءه الجلوينج. وعندك 3 حالات للباور. الحاله الاولى لما يكون في لمبتين سيريس وR1 more than R2. الحالة الثانية لما يكون في لمبتين بارلل وعندي R1 وعندي R2 ويبقى R1 برضو more than R2. الحالة الثالثة لما يكون عندي ميكسد بس ده R وده R وده R. بعد كده هتكلم
على نقطه ثانيه بعدها. بس هحل ازاي؟ قال لك الباور مرتبط بالاضاءه. قال لك بص، لو انا بتكلم على سيريس يبقى الحوار انتهى، يبقى تستخدم اي سكوير في ار، وده لقى ان الاي ماله كونستنت مش هيتغير، فالاي هيبقى ثابت. اذا الباور هتبقى دايركت مع الار، يبقى الاعلى في الار اعلى في الباور، يبقى ار 1 اعلى، يبقى باور 1 اعلى من باور 2، يبقى اضاءه ايه اللمبه الاولى اعلى من الثانيه لو هما سيريس. يبقى ده في الكلام ده بينطبق في حاله الايه؟ السيريس. سهله خالص اهي. في حاله الباراليل قال لك القانون اللي بنفضل استخدامه في سكوير على ار، وقعدنا نتكلم ده في الحصه، وده لقى ان الفولتج كونستنت يا معلم، فيبقى الاعلى في الار اقل في الباور لانهم انفرس، فبالتالي ار1 اعلى يبقى باور 1 اقل من باور 2 لانهم انفرس. اما في الميكسد، وهي نصيحه من اخوك محمد، استخدم القانون اللي بيقول اي سكوير في ار، بس خلي بالك ان الاثنين ممكن يتغيروا. بس هنا الارات ثابته. يبقى هنا ماشي ايه؟ اي. بس هنا ماشي ايه؟ هنا ماشي ايه؟ اي على الاثنين، وهنا اي على 2 لان الكرنت بيتقسم بتساوي. فلو حبيت اجيب الباور هنا هيكون ايه؟ اي سكوير في ار. وهنا باور بيساوي ايه؟ بص بص بص، اي على الاثنين، مش ده قيمه الاي؟ اول باور 2 ما هو سكوير في ار، يبقى اي سكوير على 4 في ار. كلام جميل جدا. يبقى مين الباور بتاعته اعلى؟ طبعا ده، لان ده مقسوم على 4 صح؟ يبقى ده باور قليله وده باور عاليه. طب اشمعنى هنا اتعاملت بالكرنت؟ انا اتعاملت بالباور، انت اللي مش واخد بالك. طب ما انت جبت سيره الريزيستنس لانهم ايدنتيكال، فعشان كده شفت الكرنت واتقسم واشتغلت بيه. طب لو هم بقى مش ايدنتيكال، مش هجيبها لك المساله كده، هديك قيمه كل ار وقيمه كل اي وتجيبها لي حسابات، هتبقى المساله اسهل. لكن هناك منها ايه؟ برموز. نقطه ثانيه في اومز لو في الكلوز سيركت، لما تلاقي تو باتريز، ده كده كان في الباور، خلاص خلصنا، عكس بعض عكس بعض اهي اهي، ودي 6 فولت ودي 2 فولت، واحده كبيره واحده صغيره، عكس بعض يعني البوزيتيف في البوزيتيف والنيجاتيف في النيجاتيف. يبقى الكبير بيديستشارج، بيفرغ شحنته فين؟ في الصغير. فالكبير بيعمل ديستشارج فياخد في بي ماينس اي في ار. والصغير بقى بيعمل ايه؟ الصغير بيعمل ريتشارج، بياخد من الكبير بيشحن، فنغير قانونه يبقى في بي بلس اي في ار. قاعدة أساسية مهمة قوي لازم تاخد بالك منها. تستخدم الطريقة السحرية بتاعت البورد. طب لو أنا جيت لقيت باتري بره كيرشوف بقى خالص، ما بنتكلمش على كيرشوف، كهربتها طالعة من النيجاتيف، سؤال عادي بره، وقال لك الباتري دي في حالة إيه؟ هي الباتري الطبيعي إنها بتطلع من البوزيتيف، يبقى في حالة النيجاتيف ده معناه إن في حد بيجبرها لا مؤاخذة إنها تاخد الكهرباء وتطلعها من النيجاتيف، إذا الباتري في حالة ريتشارج. يبقى لما تلاقي الكهرباء، لما تلاقي، سؤال عام بره كيرشوف، بره كيرشوف تمام، تلاقي الكرنت في مسائل هعملها هنا عشان لو شفنا سكرين شوت، اومز لو طالع من النيجاتيف، يبقى الباتري في حاله ايه؟ ريتشارج. كبر الدنيا تاني. يبقى يا حبيبي كده خلصنا البريف سامري اوف شابتر 1. اتمنى اكون نجحت في ان انا الم لك الدنيا واعمل لك ريفرشمنت بسرعه. انشف كده، روح اكل لك حاجه، خلص الكتاكيت اللي قدامك تمام، اشرب لك كده كوبايه نسكافيه، وتعالى يا وحش بقى كده ابدا حل. تعالى ندخل فين؟ في الحل. يلا بينا. متحمس؟ يلا بينا بسم الله.